القصة بتبدأ مع جاي بريز اللي رايح ياخد صاحبته ماريا من مغسلة هدوم، وهما في العربية جاي يلاحظ إن في عربية ماشية وراهم، وطريقة رد فعله كانت باينة عليه إنه عارف العربية دي ومش مبسوط خالص إنه شافها. بعد لحظات العربيتين بيقفوا وجاي بيطلع مسدس. الراجل اللي في العربية التانية اسمه فيكتور، وده طلع مصاص دماء. أول ما الإشارة فتحت جاي على طول داس بنزين وطار بيهم. بعدها وقف وقال لماريا تاخد العربية وتمشي، وهو نزل على مكان تحت الأرض، وهناك لقى 3 جثث متعلقين ومليانين دم. ماريا كانت على وشك إنها تمشي، بس فجأة حد كسر إزاز العربية. جاي جري على الصوت، بس لما وصل ملقاش ماريا خالص. في مشهد تاني بنقابل بيني بطل القصة، وكان نايم في المحاضرة. بيني شاب بسيط وطيب بيدرس اقتصاد، وفي وقت فراغه بيحب يعمل مزيكا وموهوب فيها على الآخر. بيحب كمان يركب سكوتر ويشوف أنمي. جدته ست طيبة جدا وبتحب تطبخ له وتدلعه. في يوم كان بيشتغل على أغنية وسمع أخوه جاي بيتكلم مع حد في التليفون. جاي شغال سواق خاص للناس الأغنياء، بس اليوم ده ما قدرش يشتغل. بيني كان محتاج فلوس فطلب من أخوه يخليه يشتغل بداله. جاي كان متردد في الأول، بس وافق في الآخر واداله مفاتيح العربية. الشغلانة كانت إنه يسوق عربية كادلاك سودا فخمة جدا بتشتغل بزرار من الريموت. شغل عظمة، بس كان لازم يقول للناس إن اسمه جاي مش بيني علشان يشتغل. بيني كان فرحان جدا بالعربية والكاستم اللي لابسه، وراح ياخد أول زبون ليه، وكان متوتر لأنه عايز يسيب انطباع حلو. فجأة طلعت بنت شعرها أحمر من الفيلا. بيني بيفتكرها زوي مورينو، بس تطلع بلير وتقول له إنها صاحبة زوي، وتحرج لما تشوف السوستة مفتوحة، وكمان ما فتحلهاش باب العربية. بعدين تطلع زوي، واحدة غريبة كده، عصبية بس فيها حنية غريبة. شغله إنه يوصلهم ل5 أماكن لحد الفجر، كأنه سواق أوبر بس بفلوس كتير وزباين أغرب. وهما ماشيين بالعربية البنات حبوا يلعبوا لعبة مع بيني، وسألوه لو عرفنا إن دي آخر ليلة في حياتك هتعمل إيه؟ بلير وسوي كانوا مستنيين إجابة جامدة، حاجة فيها جنان أو شغف، بس بيني كان بيحاول يبين إنه مؤدب وقال بهدوء أنا أصلا مش بفكر في الحاجات دي. وقتها سوي بصت له وسألت له طيب لو مجبر تختار حد تقتله، أنا ولا بلير ولا جدتك؟ بيني حاول يخلي الموضوع هزار وقال وهو بيضحك هموتك انت طبعا. وطول الطريق عينه كان دايما عليها، وواضح انه مش قادر يخبي اعجابه بسوي. واخيرا وصلوا اول مكان، حفله تنكريه. قبل ما يدخلوا البنات طلعوا تميمه فيها حجر احمر وقالوا ان ما ينفعش تدخل من غيرها. في الوقت ده جاي كان بيخطط ازاي يخلص من مشكله مصاصين الدم، عشان فيكتور بدأ حرب في نفس الليلة. البنات لسه ما رجعوش، فبيني نزل يتمشى شوية ولقى على الأرض نفس التميمة اللي معاهم. بعدها بشوية البنتين خرجوا من الفيلا وراحوا على جراج تحت الأرض. بيني استناهم في العربية ولاحظ إن سوي نسيت موبايلها، ولقى على الموبايل رسالة من فيكتور بيسأل عن جاي. حاول يكلم أخوه لكن مفيش رد. وهو بيفتش شنطة سوي لقى فلوس كتير عليها دم، ووشه اتوسخ من غير ما يقصد وهو بيعد الفلوس. في نفس الوقت راجل الأمن دخل الجراج، فبيني جري ناحية الأوتيل اللي البنات دخلوا فيه. عند الباب قابل الريسبشن، والست لاحظت توتره والدم اللي على هدومه، وكانت هتبلغ الأمن، بس لما شافت التميمة في إيده فجأة غيرت طريقتها. بيني حاول يقنعها إنه صاحب التميمة، فودته الأسانسير ونصحته إنه يشرب بعقل، بس كانت تقصد حاجة تانية غير الشرب اللي في دماغه. أول ما دخل الأوضة اتصدم لما شاف بلير وسوي بيشربوا دم من رقبة 2 شباب. سوي والدم اللي على وشها شالته بإيديها الاتنين وبدأت تخوفه. وقتها اعترف وقال أنا مش جاي، أنا أخوه. سوي قالت له كده ملكش لازمة، همص دمك. بس بلير لحقتها وقالت ده ممكن يفيدنا لو جاي الحقيقي ظهر. واتضح إن الحفلة كانت معمولة مخصوص علشان الاتنين الرجالة دول يكونوا أكل لمصاصين الدماء وياخدوا فلوس مقابل الدم. بس سوي فقدت السيطرة وقتلت واحد منهم بالغلط، فطلبت من بلير تخلص على التاني. وساعتها بيني جري على الباب، لكن نفس الراجل اللي كان بيطارده من شوية وقف. الضابط ما كانش مستغرب، شكله عارف ان بلير وسوي خلصوا عشاهم لانهم مصاصين دماء. بعد شوية كلام الضابط بيسيب بيني وبيمشي، بس اول ما بيني بيحاول يبعت رسالة سوي تاخد بالها وتكسر له الموبايل. في نفس الوقت فيكتور قاعد في قصره بيشرب دم طازة، وعنده كراتين فيها انابيب بيجمع فيها الدم.
بعدها فيكتور يركب عربيته ويمشي علشان يقابل ناس مهمين، وساعتها بيني بيحاول يهرب من العربية اللي فيها بلير وسوي، بس سوي تمسكه وهو بيهرب. من ناحيته فيكتور بيروح يقابل جريس وإيفا، اتنين من أقوى مصاصين الدم في المدينة وبيشتغلوا لحساب مارتن، برضو واحدة من الكبار في لوس أنجلوس. الناس دي عارفة إن فيكتور قتل ماريا حبيبة جاي وعدى الخط اللي مش مسموح حد يوصل له، وده خلى البنات لازم يقرروا إزاي يعاقبوه لأنه كسر اتفاق السلام اللي بقاله سنين. جريس قررت تمنعه يدخل المدينة لفترة طويلة، لكن فيكتور رفض، وساعتها أعلن خطته إنه عايز يسيطر على لوس أنجلوس كلها. إيفا بتحاول تكلم مارتن بسرعة، بس يكتشفوا إن فيكتور قتلها فعلا، وبيصدمهم لما يوريهم ودنها اللي قطعها، وبعدها بيقتلهم هما الاتنين في مكان تاني. بيني والبنات بيروحوا السوق وسوي تنزل تشتري حاجة، وساعتها بلير تحاول تهدي بيني اللي كان واضح عليه التوتر، وهنا بلير بتحكي له إن في المدينة دي البشر ومصاصين الدم عايشين مع بعض تحت قوانين معينة، وإن سوي أصلا صاحبة فيكتور. بلير وسوي ماسكين الفلوس بتاعت شغل كتير ونوادي دم، أما فيكتور فبقى له مدة بيخطط إنه يسيطر على المدينة كلها. خطته إنه يخلص على الخمسة اللي بيحكموا المدينة وياخد مكانهم. وهنا بتصدمه بلير لما تقول له إن جاي أخوه هو زعيم منطقة اسمها الجليان، وإن فيكتور كان ناوي يستخدمه علشان يوقع الزعماء في بعض، وعشان كده قتل ماريا علشان يستفزه. بس الخطة اتلخبطت لما بيني طلع مكان جاي، ودلوقتي لازم يوصل البنات لاخوه. في الجهة التانية جاي بيجمع رجالة علشان يهاجموا مصاصين الدم في قصر جوي، واحد من الزعماء الكبار. جوي يقول لهم ان بلير وزوي كانوا في الحفلة بتاعته وقتلوا ناس وسحبوا دمه تقريبا كله، وبيطلب حاجة يشربها بسرعة. وبعد ما يقول لهم ان بلير رايحة نادي اسمه ذا تريكنز يتقتل جي هوفا بالرصاص، بلير سوي وبيني بيروحوا نادي تاني اسمه تينجس، والبنات مش عايزين بيني يهرب فياخدوه معاهم. قبل ما يدخلوا بيني يقابل زمايله من الكلية ويبدأوا يسخروا منه علشان بيشتغل سواق. بلير ما تحملتش تشوفه بيتسف عليه فتروح له وتبوسه قدامهم. ساعتها يوصل يي وفريقه ويدوروا على البنتين اللي جوي بلغ عنهم، وفي الوقت ده بلير وزوي يقابلوا كليب صياد مصاصين دم جوه النادي. كليب كان معاه رجاله ولفوا حوالين البنتين وكان باين انهم ناويين يخلصوا عليهم، لكن بيني فجأة يرمي ازازة شمبانيا على دماغ كليب ويشتت اللي حواليه. وبسبب اللحظة المجنونة دي بلير وزوي بيهربوا من النادي، وهم بيهربوا جاي يشوفهم وعايز يطاردهم، بس الموظف يوقفه، وساعتها جاي يطعن الموظف في قلبه وهو غضبان، ومع الطعنة الموظف بيقع على الأرض وبيبدأ يتحرق. في الوقت ده العصابة بتضرب سهام على بيني والعربية. بيني بسرعة يشغل العربية وزوي تطلع راسها من الشباك وتصرخ وكأن مفيش حاجة. بعدها بيني بيقرر يساعد البنات ويخبيهم في بيته. جدته تتصدم وتسأله ايه اللي بيحصل، عمره ما جاب بنت البيت قبل كده. جاي وصاحبه كانوا ماشيين وفجأة واحد من رجالة فيكتور وقفهم وقال له فيكتور عايزك تقابله في مطعم روزا بورو في بيت بيني. جوي كلمت فيكتور في التليفون ويقول لها ان فاضل زعيم واحد لازم يتقتل الليلة دي. اما بيني وبلير فالعلاقة بينهم بتكبر شوية بشوية، هي ساحرة وهو بسيط جدا، وده بيخلي بينهم مودة غريبة. وبيطلع ان بلير زمان كانت بشر وكانت عايشة حياة عادية جدا، بس زوي هي اللي حولتها لمصاص دم. ساعتها بتفتكر أيامها كبني آدم وبتوحشها، ولما بيجي وقت يتحركوا تاني بلير بتبقى مش عايزة بيني يجي، خايفة عليه، بس هو بيصر إنه يكمل معاهم. في الجهة التانية جاي يوصل المطعم ويقابل فيكتور. فيكتور كان عامل الخطة دي عشان يضيع وقت جاي ويسحبه في الكلام. جاي يضربه رصاصة في دماغه وبيجهز يطعنه في قلبه، لكن فيكتور بيوقفه في اللحظة الأخيرة وبيصدمه لما يقوله إنه قتل ماريا وحتى طبخ لحمها وبياكله دلوقتي. في نفس الوقت بيني والبنات بيوصلوا بار اسمه روكو، وروكو مش فاهم هما جم ليه فجأة. زوي قالت له إنها عايزة تتكلم معاه، فبيني وبلير سابوهم لوحدهم. وبعد ما روكي وزوي شربوا سوا زوي طلعت سكينة. في الوقت ده بيني وبلير كانوا بيتكلموا عن الماضي والموضوع انتهى ببوسة جامدة بينهم. روكو فهم إن زوي جاية تقتله ولحق يمنعها قبل ما تغدر بيه. وقتها بلير وزوي دخلوا في خناقة مع صحاب روكو. بيني ركب العربية وساعد البنات إنهم يضربوا واحد من صيادي مصاصين الدماء، بس رغم إنهم كسبوا بيني اتعور جامد وكان محتاج دم.
أول ما وصلوا بيت فيكتور، بلير قالت له يمشي، بس بيني رفض لأنه كان عارف إن أخوه موجود جوه. ولما دخل لقى فيكتور محتجز كذا بني آدم وكان جاي وسطهم. بيني حاول يحرر أخوه لكن فيكتور قبض عليه. في اللحظة دي زوي حست إنها ابتدت تتعلق ببيني ومش عايزاه يموت، بس فيكتور اداها سكينة وهي غرزتها في بطن بيني وهي مش قادرة تتحكم في غضبها. بيني رد الفعل كان عبقري، كسر إزاز عربية أخوه والشمس دخلت منها وقضت على زوي في ثواني. بعدها فيكتور هاجم بيني باستخدام جي كطعم وقدر يعض بيني، بس جي زقته في الشمس وساعتها فيكتور اتحرق ومات. بسبب العضة بيني بدأ يتحول لمصاص دماء واتفرق عن جي. بعد كل ده جي قرر يبدأ يتدرب عشان يبقى صياد مصاص دماء محترف، وقال لبيني إنه مستنيه قاتل معاه في يوم من المدينة تدخل في فوضى. وفي آخر الليل شفنا بيني قاعد مع بلير بيشربوا دم سوا. ولو بتحب النوع ده من القصص ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشاركوا مع صحابك. سلام.